تعليق رضا عبد العال على ريبيرو. رضا عبد العال نجم الكرة المصري السابق طلع في برنامج تلفزيوني واتكلم عن موضوع رحيل خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي. رضا قال إن من وجهة نظره ريبيرو اتظلم جوه النادي، والسبب إنه ما كانش بيشتغل بحرية ولا بيطبق فكره هو كمدرب، لا بالعكس، التشكيل كان بيتفرض عليه من أشخاص تانيين جوه المنظومة. وضرب مثال على كده بحكاية إن الشناوي كان بيلعب بالأمر زي ما قال، مش باقتناع المدرب. رضا وضح إنه رغم إن ريبيرو على المستوى الفني قليل وضعيف ومش مناسب إنه يمسك نادي كبير زي الأهلي، لكن في نفس الوقت هو اتحط في مواقف صعبة جدا وما كانش عنده الكلمة الأولى والأخيرة، وده اللي خلاه يبان ضعيف زيادة قدام الجمهور. يعني باختصار، رضا عبد العال شايف إن المدرب كان مظلوم، وإن في تدخلات أثرت على شغله وأفقدته السيطرة على الفريق، حتى لو هو أصلا ما كانش على المستوى الفني المطلوب. المصادر الصحفية كشفت إن إمام عاشور نجم الأهلي قرب خلاص يرجع يلعب مع الفريق بعد فترة طويلة من الإصابة. إمام كان اتصاب بخلع في الكتف في ماتش الأهلي ضد إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية اللي اتلعبت في يونيو اللي فات، واللي بعده دخل في برنامج علاجي وتأهيلي طويل عشان يرجع 100-100. المصادر وضحت إن اللاعب خلص برنامجه التأهيلي بالكامل وبقى جاهز بدنيا وفنيا، وكمان هيكون موجود بنسبة كبيرة في ماتش الأهلي ضد إنبي يوم 14 سبتمبر في الجولة السادسة من الدوري الممتاز. الخبر ده يعتبر مهم جدا لأن إمام عاشور من العناصر الأساسية اللي بتفرق في نص الملعب بين دفاعه وقوته ومجهوده الكبير، وغيابه طول الفترة اللي فاتت كان مؤثر بشكل واضح على وسط الفريق. النهاردة بقى الأهلي قريب إنه يستعيد واحد من أهم لاعبيه، واللي وجوده ممكن يغير شكل نص الملعب تماما ويزود القوة الهجومية للفريق. مفاوضات الأهلي مع مدرب برتغالي. الصحافة البرتغالية وبالأخص جريدة أوجاجو كشفت إن إدارة الأهلي دخلت فعلا في مفاوضات أولية مع المدرب البرتغالي باولو بينتو علشان يكون بديل لخوسيه ريبيرو بعد ما النادي قرر إقالته بسبب سوء النتائج. الأهلي واضح إنه مركز على المدرسة البرتغالية الفترة دي، خصوصا إنهم شايفين إن المدربين البرتغاليين عندهم خبرة أوروبية كبيرة وطريقة لعب تناسب أسلوب الأهلي اللي بيعتمد على الهجوم والسيطرة. الجريدة قالت كمان إن المفاوضات لسه في بدايتها، لكن في رغبة من الطرفين في إنهم يقعدوا ويتكلموا بخصوص شروط التعاقد، سواء من ناحية المدة أو المقابل المادي أو الصلاحيات اللي هتكون متاحة للمدرب. الموضوع ده متوقع إنه يشهد تطورات كبيرة الأيام الجاية، خصوصا إن جمهور الأهلي نفسه مستني يشوف مدرب أجنبي قوي يقود الفريق ويقدر يرجعهم تاني على طريق البطولات بعد البداية الضعيفة في الدوري. اجتماع الخطيب مع عماد النحاس. جريدة المصري اليوم كشفت إن محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد اجتماع مهم جدا مع الجهاز الفني الجديد اللي بيقوده عماد النحاس مؤقتا. الاجتماع حضروا لجنة التخطيط اللي فيها مختار كرئيس وزكريا ناصف كعضو، وكمان المدير الرياضي محمد يوسف. الخطيب وجه رسالة واضحة جدا لعماد النحاس وجهازه، وقال لهم إنهم لازم يتعاملوا مع الموقف على إنهم الجهاز الفني الأساسي والدائم مش مجرد جهاز مؤقت، وأكد عليهم إنهم يشتغلوا بأقصى طاقتهم ويقدموا أفضل ما عندهم الفترة دي علشان الفريق يرجع بسرعة لطريق البطولات والانتصارات. الفكرة إن الأهلي حالياً عاين عماد النحاس كمدرب مؤقت لحد ما يخلصوا موضوع التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، بس في نفس الوقت الإدارة مش عايزة أي تراخي أو استهتار، بالعكس هم عايزين الجهاز الحالي يثبت نفسه ويوري الجمهور إن الأهلي عمره ما بيقف على شخص واحد. في تقارير صحفية قالت إن إدارة الأهلي بدأت تتحرك واتكلمت مع وكلاء اللاعبين علشان يلاقوا عروض للمغربي أشرف داري في الدوري السعودي، والسبب الرئيسي إن اللاعب اتعرض لإصابات كتير جدا من ساعة ما جه النادي. أشرف داري انضم للأهلي في صيف 2024 جاي من بريست الفرنسي مقابل حوالي 2 مليون دولار، لكن من يومها وهو ما أثبتش نفسه بسبب غيابه المستمر. الأرقام بتوضح إنه تعرض ل4 إصابات عضلية في فترة قصيرة جدا، وغاب عنهم 19 ماتش كاملة، يعني قعد بره الملعب حوالي 82 يوم، وده رقم كبير جدا بالنسبة لنادي بحجم الأهلي. الإدارة شايفة إن وجوده بالشكل ده عبء على الفريق، وعلشان كده عايزين يبيعوه في يناير الجاي ويستغلوا مكانه في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد يكون جاهز ويقدر يضيف قوة للفريق. أسد الحملاوي. رجع اسم المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي يتردد تاني جوه النادي الأهلي بعد ما الإدارة بدأت تفكر بشكل جدي في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية في يناير 2026. الأهلي بيدرس دلوقتي إنه يقدم عرض رسمي للنادي يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني اللي بيمتلك العقد حاليا علشان يعرف شروط الاستغناء عنه. الحملاوي عنده 24 سنة وسبق وكان قريب من الانضمام لفرق أوروبية زي شلاس فروتسواف البولندي، لكنه داخل في مشاكل كبيرة هناك مع الإدارة بعد ما اتمرد على الفريق وهرب من معسكر الإعداد، وده خلى النادي يوقع عليه غرامة ضخمة
وصلت ل 200,000 زلوتي بولندي، يعني حوالي 2.5 مليون جنيه مصري. ورغم المشاكل دي، اللاعب فضل إنه يخوض تجربة جديدة في الدوري الروماني، ومع ذلك لسه فيه اهتمام من أندية أوروبية تانية بخدماته زي روكوف تشينستخوفا البولندي وبانيك أوسترافا تشيكي. لكن الأهلي عنده ميزة كبيرة، وهي إنه يقدر يدفع الشرط الجزائي اللي قيمته مليون يورو، وده يخليه في موقف قوي جدا في المفاوضات. ولو الصفقة دي تمت، الأهلي هيكسب مهاجم شاب عنده قوة وطموح، ممكن يبقى إضافة هجومية قوية جدا للفريق في الفترة اللي جاية.